غيرة البنات. طبعا مفيش بنت مصاحبة بنت غير لما بتكون بتغير منها، خلينا متفقين على كده. بس برضو عشان نبقى متفقين، الكلام ده بيحصل مع البنات المنافسين داخليا بس، مع البنات اللي مش واثقين في نفسهم بربع جنيه، مع البنات اللي عارفة تحديدا نقطة ضعفها وبتحاول تقتنع بقى بغير كده. لا، والأصعب إنها بتنافس اللي عنده القدرة بجد. طب إزاي؟ ما تيجي كده بقى نتكلم في الموضوع ده باستفاضة شويتين. حضر الاسبريسو بتاعك وتعالى نسمع مع بعض. بصوا بقى، الموضوع ده تقريبا عامل أساسي عند البنات كلهم، بس أكيد برضو زي ما هم مسببين مشاكل لناس كتير، إحنا هنا النهاردة مع بعض عشان نوصل لحل أوسط في المشكلة بتاعت البنات دي. أولا لازم نكونوا متفقين إن الغيرة ده شيء ثابت في حياتنا، يعني هنلاقيه بقى في الشباب والبنات. في غيرة بنحولها لتحدي وهدف، يعني زي إنك تشوف حد أكفأ منك في حاجة معينة فتحاول تقلده عشان تبقى زيه. ده مش عيب، ده مش يدينك خالص، لأن نيتك الأولى والأخيرة إن هو قدوة ليك، فأنت عايز تمثله على قد ما تقدر، وفي نفس الوقت عايز تحسن من نفسك، يعني هيحتسب لك وأكيد مش هيبقى ضدك طالما أنت أو أنتي مبدأك الأساسي إن أنتي تغيري من أخطائك أو تعدلي منها. فبكده بتكون استخدمت أسلوب الغيرة صح من غير أي نفسنة ولا عدوانية. ومش بس كده، ده أنت كمان حولت الأسلوب نجاح، يعني مش نفسنة، وبكده يكون أسلوب سلمي جدا، بخلاف بقى الغيرة اللي من الشخص المنافسك، بيكون طول الوقت عايز يقلدك وخلاص، وفي النهاية بيفشل طبعا، لأنه مبدأه الأساسي معاك مش إنه يكتسب منك خبرات، لا، ده طبعه الأساسي والأساسي قوي إنه يحط راسه براسك ويفضل يقلدك على الفاضي وعلى المليان. وهو ده للأسف اللي بيكون فارق له طول الوقت، يعني بأسلوب أوضح إنه ما بيشتغلش على أخطائه قد ما هو بيركز معاك وبس، فبالتالي ما بيجتهدش، فلازم يفشل. وغير إنه بيفشل بقى، الأسلوب ده تحديدا بيخلي كل الناس اللي حواليه تنفر منه، يعني تقدر تقول كده بيفشل في حاجتين: في الشيء اللي بيحاول يجتهد فيه المفروض يعني، ومن الناحية التانية الناس كمان بتبعد عنه. وفي غيرة بقى بنحولها لمقاطعة أبدية، زي الصديقة الغيورة الحاسدة دي، من غير نقاش أصلا مش بتتمنى لك الخير إطلاقا. طب ليه هي كده؟ ما سألتش نفسك؟ اللي أنا استنتجته أو اللي أنا اتعاملت معاهم في فتراتي عموما يعني طلع بيكون للأسباب دي. يعني ممكن يكون عندها مشاكل في حياتها أصلا، أو على طول فاشلة من جانب معين، والجانب المعين ده أنت متفوقة عنها فيه، فبالتالي لازم تبصلك فيه. أو نفسها تعيش حياة مش بتاعتها وفي نفس الوقت مش قادرة تعيشها، وطبعا بمقارنة حياتك بحياتها فهتكون حياتك الأفضل، برغم إن أكيد عندك ظروف برضو، بس هي ما بتشوفش الظروف دي، هي بتشوف الحلو اللي عندك اللي هو مش عندها، وبتدي تحسدك عليه، فبالتالي بيضيع من عندك والحمد لله. فبالتالي بقى هي عمرها ما هتفرح لك أبدا، ولا هتكلمك من قلبها أصلا، مع إنها صاحبتك مهما قدمتي ليها بقى من حب وعطاء وعيش وملح وحاجات حلوة كتير. ده مش بعيد أصلا بسلامة نية من حضرتك تحكي لها على موقف حلو في حياتك حصل، فتحسدك عليه على إنه ما يتمش عشان هي مش عارفة تعمله. ده طبعا من كتر النية اللي مش سالكة ليكي. والله في ناس كتير كده هتلاقيها من غير ما تحسي بتنشل على هزيمتك طول الوقت لحد ما تصيبك. وفي ناس والعياذ بالله حسدها من النوع اللي بيتحقق، فالناس دي تقريبا اوعي تحكي لهم حاجة او تبين لهم حاجة اصلا. ده غير بقى الصديقة دي ممكن تقعد تسألك كتير على حاجة انت كنت حكي لها من زمان مثلا، فهي بتطمن، ها ايه اللي حصل؟ الدنيا تمام مش تمام، الجو ده بقى اللي هي عايزة توصل لنتيجة معينة في دماغها عشان تثبت لنفسها ان هي احسن منك، وطبعا بلا شك هي عايزاكي تفشلي بكلا الاشكال. للاسف بقى الناس دي ما بيبانش عليهم اطلاقا، هتلاقيهم مرسوم عليهم وش الجمال والبهجة والروقان والابتسامة، وانها بتحبك جدا، وانها طيبة وغلبانة يا عيني ومنكسرة وملاش حد غيرك. هتقعد ترسم عليكي كده وعلى كل اللي حواليكي طول الوقت بالطريقة دي، بس عكس كل اللي بيبان ده شيء جواها مريض جدا وصعب قوي ومش سالك اصلا، فاحذري منها. طبعا الكلام ده كله عمرك ما هتقدري تكتشفيه بسرعة، لازم تتقرصي من موقف 2 3 10، لانها بارعة في انها ما تبينش ده عليها ابدا. ساعتها بس اول ما هتكتشفي هتحسي ان انت كنت مصاحبة شيطانة مش انسانة طبيعية. وده اول نوع من الصديقة السامة اللي لازم تتخلصي منها بسرعة وبسرعة جدا. اما النوع التاني بقى هيكون الباسيف اجريسيف، العدواني السلبي، والنوعية دي بيكون فيها صفات من الشخصية النرجسية. هتلاقيهم بقى بينتقدوا كل حاجة احنا بنعملها،
وحتى اي قرار انت هتفكري تاخديه هتلاقي هي نطة قبليكي فيه. هتلاقيهم دايما مهبطينك ومحبطينك. ايه محبطينك دي وجايبين لك احباط؟ ده غير ان طول الوقت هيحسسوك انك غلط، ده لو فكرتي تاخدي رايهم اصلا. لا ولا سلطتها المفرطه اللي هتلاقيها طول الوقت بتتحكم فيكي، قال يعني خايفه عليكي، وهو كل ما في الامر انها عايزه ترشدك غلط اصلا، وانت للاسف عشان بتحبيها ما بتكونوش شايفه ده، وبتفضلي بقى ماشيه وراها بكل امان. مشكلة النرجسيين هنا انهم بيكونوا ناعمين حبتين، لا حبتين ياما 3 4 5 6، بس كل ورا نعومية هي بتقدمها هتلاقي صاروخ بيفجر في الوقت الصح. هي غدارة قلابة بتاعت مصلحتها على فكرة، حطيها في مواقف معينة كده وانت هتفهمي لوحدك. للأسف الناس النرجسية دي مستخدمين أسلوبهم ده أسلوب ومنهج حياة بالنسبة لهم، يعني لو حد عرفه فبيبتدي يكنسله ويخش على اللي بعده، وهكذا بتفضل الدنيا ماشية معاه كده وهو مش باين هو مين، بيعرف يخدعهم صح. فأرجوكي لو في حياتك الشخصية النرجسية دي صديقة ليكي تخلصي منها بسرعة، لأنها بلا شك شخصيات سامة بتضرك في حياتك. لو مش عارفة بقى تتخلصي منها فيبقى حاولي تدريجيا تبعدي واحدة واحدة، المهم في الآخر تبعدي وخلاص. أنا قلت وحذرت. أما الصديقة بقى اللي بعد كده وهي الصديقة النمامة المغتابة اللي تقعدي معاها قاعدة حلوة جميلة تطلعي كل اللي في قلبك ليها، وبعد ما تمشي يا عيني هوب كوبي بيست اللي بعدك. ده غير التجويد، كل اللي بتفكر فيه ساعتها انها تاخد مكانك وخلاص، تاخد درجة للي بتحكي له عنك وخلاص، يشوفها هي حلوة بدل ما يشوفك انتي احلى. المهم ان هي بتحطمك نفسيا في كل حاجة بقى، ده بيبقى هدفها الأساسي معاكي، ده في حد ذاته من وجهة نظرها بيكون انتقام ليكي، وده للأسف بقى شيء شائع قوي في مجتمعنا. مش عارفة بقى جينات ولا تعود ولا ناس بقت وحشة أصلا، بس هو للأسف موجود وموجود بكثرة اليومين دول كمان. الحاجات دي بالنسبة لهم بتبقى شبه علاج، بالنسبة لهم علاج عشان هي بتفضفض لغيرها، فهي شايفة ان هي كده بتطلع اللي جواها، ما تعرفش ان هي بتأذي غيرها. طبعا الموضوع ده بيختلف من شخصية لشخصية، مش كل الشخصيات نرجسية ولا كل الشخصيات سامة. يعني مثلا في واحدة بتتكلم من النطاق العفوي اللي مش مقصود، وفي واحدة بتتكلم بتلويع في الكلام ثم التجويد، وفي واحدة بتنقل الكلام زي ما هو، دي في حد ذاتها غلبانة بالنسبة للتانيين. في واحدة بصوا هم كتير، يعني أنا لو هتكلم فأنا هعمل حلقة مخصوص للكلام ده سواء للبنات أو للشباب، يعني الموضوع ده فعلا عند كله مش بنات بس. المهم أي شخصية من اللي أنا قلتلك عليهم في حياتك أو في حياتك أنت كراجل لو مصاحب حد كده حتى، ابعد عنه وابعدي عنها فورا، ما فيهاش نقاش. لأن للأسف لو الشخصية النرجسية دي أو الشخصية السامة دي موجودة في الشلة بتاعتك أو بتاعتك، للأسف هيفسدوا روحانيات وأخلاقيات الصداقة الحقيقية اللي بجد. فلو سمحتم لو في حياتكم الشخصية السامة الضارة دي ابعدوا عنها فورا، صدقوني حياتكم هتكون أفضل. أنا خلصت كده، كانت معكم هبة جابر، استنوني في مواضيع جديدة، يلا باي.